السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عيدكم مبارك سعيد. باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي بالفرحه والصحه والسعاده يا ربي. هنايا غادي جيت نشارك معكم واحد شكيلات هكا ديال الحلوى ديال العيد، واخا جا الفيديو معطل شويه ولكن قلت نشاركو معكم. هنايا تبعوا معايا الفيديو، الطريقه والمكونات كاملين اللي درت في هذه الحلوى. هنايا البنات عندنا 4 ديال الزبده، كاس ونص ديال سنيده، 2 كيسان عامرين ديال الزيت، وجوج فانيات، وجوج خمارات، والطحين على حساب الخليط. وهنايا نسيت ما وريتكمش في الاول 3 البيض 4 البيضات، درت 4 البيضات هنايا، وحيدت واحد البياض ديال البيضه باش نستعملو في واحد الحلوى. المهم غادي تشوفوا كلشي في الفيديو ان شاء الله. هنايا زيت 4 ديال الزبده اللي عندي، حكيتها في الحكاكه باش تجيني ساهله ملي غادي نبقى نمعكها مع سكر سنيده. ضفت ليها كاس ونص ديال سنيده. هنايا علاش درت كاس ونص؟ حيت الحلوى يعني فيها واحد الشكيل غادي ندير فيه سكر كلاصي، والاخرين يعني فيهم الشكلاط وداكشي، يعني ما بغيتش نكثر الحلاوه في الاول. هنايا غادي نمعس مزيان ديك الزبده مع سنيده، نديرهم مزيان، ندلكهم مزيان باش تذوب لي ديك الزبده داك السكر مع سنيده. وغادي نضيف هنا كيف ما شفتوا معايا، غادي نضيف 4 البيضات. وهنايا كنحيد داك البياض ديال البيضه اللي قلت لكم، غادي نحيدو باش نفند فيه الحلوى. المهم البنات هنايا غادي نمعس البيض يعني مزيان، غادي نخلطو مزيان بيديا، كتحاولوا تدلكوا يعني بيديكم مزيان باش تنسجم لينا المكونات كامله مع بعضياتها. وهنايا غادي نضيف كاس ونص 2 كيسان ديال الزيت غادي نضيفهم. المهم البنات هنايا صراحه هاد الحلوى راه المهم درت عجنه وحده، وتبارك الله راه خرجت لي 4 ديال الشكيلات، وشكيلات مختلفين وبنكهات مختلفه. غادي تشوفوا كلشي معايا، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. هنايا من بعد ما خلطت المكونات الاولين كاملين، ضفت واحد شويه ديال الدقيق، وضفت 2 خمارات، خلطتهم مزيان. من بعد غادي نبقى نضيف الدقيق يعني تدريجيا، يعني شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه. ولكن العجينه خاصها تكون رطبه، يعني ما ندخلش فيها الدقيق بزاف باش كلها يعني ما كنحملش انا الحلوى تجيني العجينه ديالها قاصحه. كاين اللي كيكثر الدقيق، ولكن ما كتجيه الحلوى ما فيهاش المذاق ديال المكونات الاخرين، كتجي فيها غير المذاق ديال الدقيق وصافي. المهم هنايا غادي نقسم، كملت العجينه ديالي، راكم عارفين يعني العجينه ديال الحلوى كتكون غير كنجمعوا صافي ما كندلكوهاش. قسمتها على 4، يعني كل حلوى كل عجنه غادي ندير فيها نكهه. بحال دابا هاد العجنه الاولى حكيت فيها قشور حامضه، غادي نمعسها غير بالرؤوس ديال الاصابع ديالي باش غير تدخل هذيك النكهه وصافي. دخل هذوك قشور الحامض كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نجمعها وغادي نديرها في بلاستيكه وغادي نوضعها جانبا. من بعد غادي نهز العجنه الثانيه، غادي نضيف ليها فلون كراميل، يعني تبعوا معايا مزيان. ضفت ليها فلون كراميل، او ليلى عندكم ديك واحد سميتو البواطه كيتباع فيها داك الكريم كراميل، كتجي حتى هي مزيانه، ولكن انا ما متوفراش عندي، درت غير فلون كراميل. والعجنه الثالثه غادي ندير فيها تقريبا معلقه كبيره تكون عامره ديال فيرميسيل ديال الشكلاط، داك الكحل ها هو. المهم مفركتها ثاني غير بشويه، غير بالصبعان ديالي، دخلت فيها داك الشوكولاط فيرميسيل، جمعتها ودرتها في بلاستيكه. والعجنه الرابعه هي اللي غادي ندير فيها معلقه كبيره تكون عامره ديال الكاكاو، ها هي حتى هي دخلت فيها داك الكاكاو مزيان، جمعتها كلها وغادي نشكلها كويرات. هاد الاخرى ما غادي نوضعها لا في بلاستيك لا حتى شي حاجه، هي باش غنبدا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا درتها على شكل كويرات، يعني على شكل غريبه. غادي تشوفوا معايا التزيين ديالها في الاخير، حتى هي كتجي زوينه بزاف، كنتمنى تعجبكم. يعني شكيلات ساهلين، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت وما كياخذوش بزاف ديال المكونات. شكلتها هذيك ديال الشكلاط يعني كويرات، غادي نوضعها في الفران باش طيب. وغادي ندوز العجنه الثانيه يعني اللي درت فيها فيرميسيل ديال الشكلاط، غادي نشكلها يعني بحال شكل الحرابيل.
غادي نبقى نقادهم، يعني غنحرب لها مزيان وغادي نقادها من الجناب، وغنبقى نعبر، يعني غنبقى نقطعها هكا بالموس على شكل صبيعات، يعني الشكل اللي بغيتو. انا حبيت هذا الشكل ودرتو، ديروا نتوما الشكل اللي بغيتو، اولا عندكم يعني طوابع دلكوها وطبعوها بشي حاجه. المهم الاشكال يعني كتبقى على حسب الاختيار. هنا درتها على شكل صبيعات، غادي نقادها من الجوانب كاملين، يعني من العرض والطول، وغادي نوضعها في الطاوه ديال الفران، وباش تنكملها بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نوضعها في الفران باش طيب. من بعد حتى هي غادي تشوفوا معايا التزيين ديالها في الاخر كيفاش كتجي صراحه زوينه بزاف، وكتجي هماويه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. المهم هنايا البنات يعني صراحه يعني مكونات متوفره في كل بيت، يعني ما غاديش تحتاجي بزاف ديال يعني دوك النكهات اللي غادي تجيبي، كتجي سهله. وهنايا الحلوه اللي درت ليها الفلون هي هذه حتى هي غادي نشكلها يعني بحال الشكل ديال الصبيعات، ولكن غادي نرققهم من الجوانب، يعني كنكورها هكا في يديا وكنبقى نبسطها هكا بيديا حتى كنبسط ليها الجوانب، كيجيو رقاق، وبحال من الوسط كتجي غليظه ومن الجوانب كتجي رقيقه شويه. ها هي بحال شكل الورق ديال الزيتون اولا شي حاجه. المهم غادي نكملها بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي تشوفوا كيفاش غادي نطبعها. يعني الطابع متوفر في كل بيت اللي هو الفرشيط. كنتمنى يعجبكم هذا الشكل، حتى هو يعني اقتصادي وسهل، ما كياخذش بزاف ديال الوقت، ولكن كيجي زوين صراحه في الحطه. وهنايا الصبيعات ديالي ها هما طابو اللي درت فيهم فيرميسيل، والحلوه حتى هي اللي درت فيها الكاكاو ها هي طابت. هادو غادي نخليهم جانبا حتى نبغي نزينهم، وديك الساعه غتشوفوا معايا التزيين كيفاش غادي يجي. وهنايا الحلوه ديال اللي درت فيها الفلون، واللي يعني درت ليها الفورشيط كيف ما قلت لكم في الاول. هي يلا خرجتها من الفران، يعني كندير لها سكر كلاصي وهي سخونه باش يشد فيها داك السكر، يعني داك السكر كلاصي يشد فيها مزيان باش اما الا خليناها حتى تبرد يعني بحال ما درنا والو، غادي نفندوها في سكر كلاصي، ولكن ما غاديش تهزها لينا تهزو لينا مزيان، فهمتوا؟ المهم وهي سخونه يعني يلا خرجتها من الفران، كناخذها من لاطا وكنفندها مزيان في سكر كلاصي. وهذه العجينه الرابعه والاخيره. عندي هنا بيض بيضه، وعندي كاكاو مهرمش اللي سلقته في الماء من قبل، هزيته سلقته في الماء بقشورو، من بعد حيدت ليه ديك القشره وصهدته شويه في المقله وطحنته في الهاشوار، وكيجي بهذا الشكل. وغادي نشكل منها كويرات، وغادي نبقى نغطسها في داك بيض بيضه، غنغطسها كلها يعني من جوج، وغنبقى نوضعها في كاكاو مهرمش. غادي نفندها كامله فيه يعني من جوج. غادي نستفها في الطاوه ديالي كامله، من بعد غادي ندير لها واحد الحفيره صغيره هكا من الوسط، غنبقى نوسع فيها باش ملي نجي نزينها غتشوفوا معايا في الاخير باش غادي نزينها. الصراحه كتجي زوينه بزاف، وكتجي في الحطه. نقول لكم انا صراحه هذه عجبتني بزاف على الاخرين. كتجي زوينه في الحطه، كتجي عاطيه للمنظر، وحتى الطريقه ديال هاد الكاوكاو البنات والله العظيم الا زوينه بزاف. يعني ملي كتسلقوا في الماء وكتصهدوه شويه في المقله، ماشي يتحمر غير كيتصهد، ومن بعد كطحنوه. يعني اللي ما عندوش الهشوار يمكن طحنيه غير في ديك الطحانه ديال الحوت ولا ديال المطيشه، يعني كل واحد اش كيقول ليها، يكونوا غير ديك الشبيكه ديال هاد يكونوا واسعين شويه، وغادي تطحني فيها. والله العظيم الا غادي يجي زوين بزاف، كيجي مهرمش ورقيق وتيجي مزيان. هنايا كنت درت المدلك باش كنت كندير دوك الحفيرات، ساعه درت غير وحده وتشققات ليا من الجنب، صافي حيدته. بقيت كندير دوك الحفيرات غير بيديا غير بالصبع ديالي، يعني جاو زوينين ووسعتهم هكا باش يجيو ملي غنعمرهم ان شاء الله غادي يجيو زوينين، و غيجيو حتى في الشكل ديالهم زوين. المهم هنايا وضعتها في الفران باش تحمر ليا شويه. وهنايا غادي ندير واحد الخلطه اللي غادي نزين بها ديك الحلوه ديال ديك قريبه ديال الكاكاو. هنايا درت نص كاس ديال المزهر، ودرت كاس ديال كونفيتير جاري ديال الحلوه، ودرت معلقه كبيره تكون عامره ديال الكاكاو. غادي نخلطهم مزيان وضعتهم فوق العافيه حتى سخنت لي ديك الخلطه مزيان.
ومن بعد غادي نغطس فيها ديك الحلوه ديال الكاكاو، ديك غريبه ديال الشكلاط، غادي نغطسها في ديك الخلطه. من بعد كنفندها في بيمو ديال طاغير. انا كيعجبني طاغير، يعني حتى اللون ديالو كيجي زوين في هذا في التفناد. نتوما عندكم طونيك، عندكم، مهم تكون غير ديك الباستا اللي مخلطه شويه بالشكلاط، يعني كتجي مزيانه. كتحكوها في ديك الحكاكه الغليظه ومن بعد كتفندوا فيها الحلوه ديالكم، ومع هاد الخلطه كتجي الحلوه اش غنقول لكم ما تشبعوش منها. هنايا من بعد ما زينت ديك الحلوه بداك طاغير وديك الخلطه اللي شاركت معاكم، هنايا جيت خرجت الحلوه ديالي. ملي طلعوا دوك التقيبات، يعني طلعت الحلوه شويه، عاوتاني عاودت دوك الحفيرات كاملين عاودتهم، يعني ضغطت عليهم شويه. هما ما كيطلعوش بزاف ولكن كيطلعوا واحد شويه وكنعاودهم. عاودتهم كاملين، درتها تكملات ليا الطياب غير من التحت، يعني طابت ليا غير من التحت، تحمرت شويه من التحت، خرجتها وهزيت الكونفيتير جاري درته في واحد البلاستيكه ودرت ليها واحد التقيبه صغيره. بقيت عمرت دوك الحفيرات كاملين، يعني ديك الحلوه كامله عمرتها بداك الكونفيتير جاري، كيجي فيها زوين بزاف. يعني ملي غادي نعمرهم كاملين غادي ندخلها للفران، ولكن غنهبطها لتحت غير باش تاخذ لي واحد اللوين هكا محمر من الفوق، وغادي داك الكونفيتير غادي يجمد عليها، يعني ما غاديش يبقى يتكب ليا منها. من بعد هنا دزت باش نزين دوك الصبيعات حتى همايا. هزيت الشوكولاط اسود، يعني غير داك المورسو كان ب70، دابا راه ولا ب5 دراهم تبارك الله. المهم هزيت داك المورسو، دوبتو هكا في حمام مريم، كل واحد كيقول ليه المهم دوبتو. ومن بعد هزيت دوك الصبيعات، كنت كنغطسهم كاملين في الاول يعني من جوج، ولكن شفت الشكلاط يعني غادي يتقادى ليا يعني دغيا، وبقيت كنغطسها غير من الفوق يعني من جهه واحده. المهم شويه د الاقتصاد راكم عارفين. المهم ملي زينتها بالشوكولاط كامله غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديرها في الاخر. ندير لها واحد شي خطوط هكا من الفوق، وهذه راه تحمرات ليا شويه. انا كتعجبني الحلوه تكون غير محمره شويه، ماشي محمره بزاف، يعني كتجي في المنظر زوينه. هنا زيت خديت غير واحد 2 دراهم هكا ديال الشوكولاط ابيض، ذوبته حتى هو، درته في بلاستيكه ودرت ليها واحد التقيبه صغيره، وبقيت كندير ديك خطوط عشوائيه من الفوق حتى كملتها هكا بالتزيين. المهم غتشوفوها معايا صراحه كتجي زوينه بزاف. هذا الشكل كيجي متول وزوين، واخا ديك الخطوط عشوائيه ولكن جات زوينه. المهم البنات كنتمنى الحلوه ديالي تعجبكم. وهاد الصبيعات هادو كيف ما قلت لكم راه درت لهم خطوط هكا بشكلاط، يعني شكلاط اسود نيت، درت ليه خطوط هكا من الفوق، ودرت ليه شويه الفيرميسيل هكا من الجوانب. اللي عنده انا متوفر عندي غير داك الفيرميسيل ملون ديال الشكلاط نيت، درتو من الجناب. نتوما عندكم داك اللوز ايفيلي ديروه من الفوق، اولا كاوكاو مهرمش، اولا شكلاط بيض حكوه حتى هو، المهم اولا داك العقيق يعني اللي متوفر عندكم. الحلوه ديالها هي البنات كيف كتجي صراحه زوينه بزاف وكتجي مهم نتوما غادي تحكموا من المنظر والمذاق. ما نقولش لكم والله العظيم الا جات فنه ومذاقات مختلفه، يعني نكهات مختلفه، راه كلشي شاركته معكم. هذه هي الحلوه ديال العيد، واخا جات معطله شويه تسمحوا لي. وجات هشيشه كيف كتشوفوا، هذه جا فيها داك الكونفيتير معلق، وجات هي رطبه وهشيشه. وهذه اللي درت فيها الفلون و درت لها سكر كلاصي من الفوق، صراحه حتى هي جات يعني الهشاشه ديالها يعني زوينه بزاف. وهذه اللي درت فيها ديك الخلطه. جربوا هاد الخلطه البنات والله في الحلوه ديالكم، يعني الحلوه اللي صاوبتوها ديروا ليها هاد الخلطه ملي تبغيو تفندوها في شي حاجه، راه كتجي زوينه ولذيذه بزاف. وهادو الصبيعات اللي درت ليهم الشكلاط وشويه د الفيرميسيل هكا غير عارفين شويه تزيين وصافي. هادشي اقتصادي ولكن يعني زوين. المهم البنات كنتمنى تشجعوني بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. الحلوه هي هذه يعني بسيطه ولكن زوينه ولذيذه. والكيك ديال العيد ديال صباح الفطور ديال العيد هو هذا. الفيديو ديال اليوم هو هذا. سالا هنايا غادي نقول لكم بسلام عليكم، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وعيدكم مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله. بسلام عليكم.